قبل شوي سمعت هاي المشكلة من اللاسلكي واجيت دغري. قولوا لي مين المسؤول هون؟ لا تلف وتدور علي، بعرف انك كنت هون. اوه، مراد علمدار كمان هون. شو خير؟ جاي تشوف فريقك السابق شو عم يعمل من وراي؟ انت شو عم تخبص؟ هذا واحد من اماكن التعذيب السابقة تبعك، وهدول بقايا رجالك. يا ابني لك أنا ما قلت لكم إذا بدكم تحققوا مع الجماعة بتحققوا معهم مثل العالم والخلق؟ قلت لنا سيدي. ايه سيدي الزلمة عمل حاله دايخ ونحن كبينا عليه شوية مي حتى نصحيه. عمين عم بتكذب انت؟ لك على مين؟ رح تدفع ثمن هالشي غالي سيد أويصال. شو بدك تعملي يعني؟ بدك تخلي حبيب قلبك يجي ويضربني؟ انت شلون بتقلل الأدب معي؟ مراد، شو عم تعمل مراد؟ هو اللي عم يعذب سيادة المدعي. هاي المؤسسة هو اللي عمل فيها هيك. بكفي مراد، قلت بكفي. ادعي لها لسيادة المدعي. نام وفيق وادعي لها. لو ما كانت هون. شو كنت رح تعمل لو ما كانت هون؟ لو ما كانت سيادتها هون كنت استضفتك هون بشكل حلو وقمت بواجبك على الآخر. لكان بالمرة اللي جاية خدني لإلي أنا، ما تاخد اللي حوالي. من عيوني. سيادة المدير، هدول الزملاء ارتكبوا جرم، عذبوا المعتقلين، بس لأنهم تابعين لمحاكمة خاصة مرتبطة بسرية عملنا فجيتكم للأسف كانت على الفاضي. أنا رح باشر التحقيق بالموضوع وقوم بالواجب. فكوهم ليش واقفين؟ خي